السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا ورق العنب بطريقة سهلة وجميلة. هنبتدي على طول وننزل شوية زيت كده ونسيبهم يسخنوا شوية أقل من دقيقة، ونبدأ بالخلطة بتاعتنا الجميلة السهلة بكل سهولة. هنبتدي نعملها على طول. هننزل عندنا بشوية البصل دول، تمام، ومعاهم شوية توم. البصل ده مبشور في المبشرة، ومعاهم شوية توم كده، تمام، ونقلبهم تقليبة مع بعض كده بسيطة. هنقلبهم تقليبة جميلة كده وبسيطة لحد ما يتخلطوا مع بعض، تمام. وننزل عندنا على جنب كده بمعلقتين صلصة كبار، يعني تابعوا الخطوات بالظبط عشان يطلع معاكوا احلى خلطة ورق عنب او خلطة محشي في العموم، تمام. ادي عندنا معلقتين الصلصة الكبار دول، هنحطهم كده على جنب ونبهرهم. البهار بتاعنا هيكون عبارة عن شوية شطة، على شوية بهارات مشكلة، على شوية كزبرة وشوية كمون، ومعاهم مكعب مرق الدجاج وحبيتين حبهان مفرومين، تمام. هنقلب بقى كل ده في بعضه زي ما انتم شايفين. طريقة سهلة وجميلة وما بتاخدش وقت، تمام، غير الطريقة التقليدية اللي هو كل حاجة بتيجي ني في ني. لا، احنا بنطيب حاجاتنا دلوقتي واحدة واحدة وهنوريكم. بيتقلبوا كده في بعض كويس جدا. الخلطة دي لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها، تمام. ادي عندنا خلطتنا اهي زي ما انتم شايفين كده. عندنا عصير الطماطم اللي هو عبارة عن ايه بقى؟ 4 طماطمات، لتر مية، تمام، ومعلقة صلصة او معلقتين صلصة، ونعملهم في بعض، نقلبهم في بعض. ويا سلام لو عندنا حتة دهنة كده نحطها نضربها في الخلاط مع عصير الطماطم بتدينا طعم جميل. نخلي اهو ادي عندنا عصير الطماطم اللي قلنا مكوناته، بننزل واحدة واحدة بيه ونقلب وننزل ببقيته. نزلنا بباقي الكمية ونقلبها كويس ونغطي عليها، نسيبها تطيب يعني 10 دقايق كده. كده احنا عندنا خلطتنا جاهزة وسهلة. ننزل بالرز بعد ال10 دقايق، تمام. هننزل على طول عندنا بالرز اهو مغسول، نقلبه مع بعض. بعد ما نقلب الرز هننزل عندنا الخضرة بتاعتنا، يعني حاولوا تكتروا خضرة من جميع الأنواع، اللي هو البقدونس والشبت والكزبرة. اهو هننزل عندنا بالخضرة بتاعتنا. في أقل من 5 دقايق عملنا الخليط بتاعنا، تمام. كده عندنا الخلطة بتاعتنا جاهزة. هنقلبها كده وهي على النار زي ما هي كده، تتقلب على النار طعمها تحفة، تمام. عندنا بقى ناقصنا دبس رمان، اللي ما عندهوش مش مشكلة، يعني هو عشان بيغير اللون وبيدي سنس كده في الأكل، بيدي طعم حلو. هننزل عندنا بشوية دبس رمان اهو، مش كتير، تمام، ونقلب وخلاص. كده عندنا جاهزة. يبقى عندنا الخلطة بتاعتنا جميلة وكلها سهلة وبسيطة وبتتعمل بالتدريج، وبنطيب حاجاتنا كده زي ما انتم شايفين. بس احنا ممكن نوطي عليها او نقفل النار خالص، مفيش اي مشكلة. بس هي كده عندنا جاهزة، خلطة جميلة وسهلة، ويعني طريقتها جديدة. البصل والثوم بيبقوا مبشورين. هنيجي عندنا بقى نحمر حتة اللحمة بتاعتنا. طبعا مش بنسلق كده وخلاص، يعني اللحمة مش بنسلقها وخلاص. عندنا بقى اللحمة ايه، حتة اللحمة، شوية روزماري كده عليها، تمام، او اكليل جبلي، تمام، وعليها التوم ده كده عملته بايدي، دوست عليه بايدي كده، وشوية فلفل اسود وملح، وشكرا. بتتبل حاجتك اهو، شوية فلفل اسود معاهم شوية ملح. حمر اللحمة وشوف الفرق يعني في الاكل وفي الطعم.
تمام. بتقلب اهو، حطينا الملح. تمام. هننزل بقى بشوية زيت. الطاسة عندنا لازم تكون سخنة. هننزل بشوية زيت اهو، شوية كمان، شوية زيت كمان بس. تمام اوي كده. بعدين هننزل باللحمة بقى بتاعتنا. بتحمر اللحمة زي ما اتفقنا، يعني لازم نحمر اللحمة. تمام. عندنا في الحلة اللي هناك دي على جنب دي حاطين فيها طماطم وتوم وبصل وجزر ومية، ومعاهم مرقتين خضار او مرقة خضار واحدة. مية بتغلي يعني عشان نسقط فيها اللحمة بعد ما نشوحها عشان تدينا الطعم بتاعها. تمام. ادي بنقلب بنحط حاجاتنا عليها كده. لما بتحمر بتبقى سهلة في الطياب معايا، وما بتاخدش كتير في المية السخنة او المية المغلية بتاعة المرق اهو. حمرناها ننزل على طول اهو. بص، شوف طريقة التحمير، ونغطي عليها خلاص كده زي الفل. نيجي بقى عندنا هنا الورق العنب. طبعا احنا لفينا على جنب. ننزل بشوية بصل، وعليهم شوية طماطم، وعليهم شوية ليمون، وبعد كده عليهم اللحمة اللي هي قعدت يعني نص ساعة كمان في المية او في المرقة اللي احنا كنا عاملينها. المرقة دي هنستفاد منها اللي احنا هنسقي الورق عنب بتاعنا. يعني هنضيف دلوقتي هنوريكم. نحط حاجاتنا كده زي ما انتم شايفين بترتيب. يعني انا مش عاملها بترتيب قوي بس بالانجاز يعني. وعليها طرنشات الليمون برضو نفس الطريقة كده، سهلة بسيطة مفيهاش اي حاجة. ننزل عندنا بشرايح اللحمة. طبعا اللحمة جاية ستيك عشان تبقى جميلة وخفيفة وما تاخدش معانا يعني ساعات عشان تطيب. تمام. والموزة بتبقى حلوة برضو في الورق العنب. بص عندنا دي اللحمة متحمرة جميلة اهي وطيبة خالص. مش هتحتاج اي طياب تاني، بس كده كده هتحط يعني في شوربة تاني وهنشوف مع بعض. ادي عندنا حطينا اللحمة. ننزل بقى بورق العنب ملفوف اهو على جنب. ننزل كده نرص الرصة بتاعتنا يعني لايك وشير وتابعونا ان شاء الله في جديد، وان شاء الله نكون عملنا طريقة جديدة لورق العنب. عايزين لايك وسبسكرايب ومشاهدة للفيديوهات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بطريقة سهلة وجميلة. وشكرا. هنا بعد ما لفينا ورق العنب بتاعنا بنحط عليه الشوربة بتاعتنا، وادي الطبق بتاعنا الجميل اهو. يعني الجماعة بيحبوه بالصوص بيبقى زيادة كده. تمام. وطبعا اللحمة طيبة وكل حاجة.